زي ما اتكلمنا قبل كده عن ايه هي افضل اوقات ممكن تتداول فيها، هنتكلم النهارده عن اسوأ اوقات ممكن تتداول فيها. ببساطه جدا وقت السيوله المنخفضه، لما يكون ما فيش سيوله في الاسواق، زي مثلا اثناء الجلسه الاسيويه، زي مثلا بالليل مع انتهاء الجلسه الامريكيه وبدايه افتتاح الجلسه الاسيويه، او قبل افتتاح الجلسه الاسيويه. وبالطبع الايام اللي بيكون فيها اجازات في بعض الاسواق، زي يوم مثلا عندك اجازه في السوق الامريكي، فمعنى الكلام ده ان السيوله هتكون قليله جدا في الاسواق، فيفضل ايضا عدم التداول في الايام دي، في ايام او في فتره نهايه العام بشكل عام. في فتره نهايه العام يا اما تلاقي الحركه بطيئه جدا، يا اما تلاقي الحركه قويه جدا، والسبب واحد هو قله السيوله، فبالتالي ما فيش سيوله فما فيش حركه، فيدخل سيوله مفاجاه فتؤثر على الاسواق في احد الاتجاهين، فتلاقي الاسواق بتتحرك حركه قويه جدا. فدايما برضو بننصح شويه ان احنا نخفف تداولاتنا في نهايه العام. طيب واحد كمان من اهم الاوقات اللي المفروض ما تتداولش فيها الا لو انت بتقرا السوق بشكل كويس جدا، وهو اوقات الاخبار الهامه. مش اي حد يقدر يتداول وقت الاخبار، لازم يكون واحد بيحلل السوق من الناحيه الاساسيه بشكل كويس جدا، فاهم الاخبار وشاف كتير جدا الاخبار لما بتصدر وبتكون عنيفه تاثيرها بتكون على الاسواق عامل ازاي، فبالتالي يقدر يتعامل معاه. اما لو انت مبتدئ او حتى متوسط الخبره، ما انصحكش بالتداول وقت الاخبار، خاصه وقت الاخبار القويه المرتبطه بالدولار الامريكي. طب ده بالنسبه للفترات. بالنسبه للايام ايه؟ يوم الجمعة التداول فيه غالبا بيكون ضعيف جدا، ويوم الاثنين برضه غالبا التداول والسيولة بتكون ضعيفة جدا، فما بننصحش بالتداول بشكل كبير لا يوم الاثنين ولا يوم الجمعة. وقبل كده هتلاقي فيديو اتكلمنا فيه كمان عن افضل اوقات التداول.